لو هتسألني عن ايه اكتر سمارت ووتش بحبها تعالى لما اقولك. وزي ما انت شايف كده انا بحب الاكس 8 بلس سمارت ووتش الترا من شركة W&O. وخلي بالك دي الاصلية عشان ما يضحكش عليك، ركز كويس قوي. وزي ما انتم عارفين W&O معروفة في السوق جدا بالكواليتي بتاعها. ونسمي الله ونفتح العلبة واول حاجة بنلاقيها وهو الكتالوج بتاعها، وبعدين بنلاقي الاستراب الزجزاج السيليكون ده، وتالت حاجة وهو الشاحن الوايرلس بتاعها، شاحن قوي جدا والماجنتيك بتاعه حلو قوي. واخيرا بنلاقي اخر حاجة في العلبة وهو السمارت ووتش بتاعتنا. الله على جمال الشاشه ونعومتها وشياكتها. وفي جنب هنلاقي فيه زرار البقره وزرار كمان، وكمان الميكروفون بتاعها. والجنب التاني السبيكر وزرار كمان هقول لك بيعمل ايه. واول ما تفتح الساعه بتختار اللغه اللي انت عايزها، وبعد كده بيجيب لك اسم الابلكيشن اللي بتشتغل عليه عشان تنزله. ويلا بينا زي ما احنا متعودين اول حاجه هنشوفها في السمارت ووتش وهو الخلفيات بتاعتها. مش كده وبس، كمان تقدر تحط صورتك كمان خلفيه للساعه. وانا بقى بفهم امكانيات الساعه من القائمه المختصره بتاعتها. وهنا موفرين حاجات مهمه جدا، ومن اهمهم البرايتنس بتاع الشاشه، وتفاصيل تانية كتير هتفيدك وانت بتستخدمها. ولما نروح للقائمه ونشوف شكلها والسلاسه بتاعتها هنلاقيها ان هي مميزه جدا، وهنلاقي فيها اوبشنز كتير زي الاله الحاسبه، واننا نقدر نتكلم من الساعه ونعمل ارقام مختصره كمان. وما نسوش يحطوا فيها البرنامج الرياضي اللي انت هتمشي عليه كل يوم. ولو دخلنا على الاعدادات بتاعتها او السيتنج هنعرف ان احنا ممكن نغير فيها حاجات كتير. وما تنساش اوبشن الباسورد اللي موجود اللي هيخلي مفيش حد يلمسها غيرك. وكمان فيها قياسات كتير زي قياس نبضات القلب، ولكن بنصحك لا يمكن الاعتماد عليها. الزرار الاورنج بقى اللي في الناحيه التانية ده حاجه مختصره ليك انت، بتقدر تتحكم ان الزرار ده يوديك على فين، وانا عامله هنا يوديني للنظام الرياضي. يلا بينا بقى نركب الاستراب، ودي اهم لحظه اللي احنا نشوفها على ايدينا عامله ازاي. لايك بقى واكسبلور وقول لي رايك في الكومنتات. على فكره الساعه شيك جدا وهتليق معاك على اي طقم في اي وقت، ولبسها مريح جدا لو هتلبسها كل يوم 24 ساعه، وكمان سعرها مناسب وحلو جدا، ودي ساعه تستحق الشراء. ولو عايز تسال في اي حاجه قول في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك على طول. سلام.